يخاف من كوريا فاحنا ما نخاف، واللي ما قدر كوريا احنا نقدرهم، احنا اسود الرافدين. فلا حد يجي هسه يغطي عن فشل منتخب بلاده ويجي يحكي على اداء المنتخب العراقي امام المنتخب الفلسطيني. وانا خوفي من هذا الاداء من يواجهون كوريا. حبيبي لا تخاف، خوفك على روحك. انا حتى في حال لا سمح الله اخسر امام كوريا انا ابقى مركز ثاني، اموري طيبه وما عندي شيء. روح التهم منتخب بلادك، خليك مشكلتك، عوف مشكلتي. انا اقدر، لا انت بتصنيفي ولا انت بنتائجي بالمرحله اللي قبل هاي انا متاهل بالعلامه الكامله، ولا انت باحصائياتي حاليا انا اللي ما مستقبل هدف واحد. هسه فلسطين صارت سهله، فلسطين اللي عثرت كوريا بارضها وبين جماهيرها صارت سهله. شلون على اي اساس المنتخب الفلسطيني منتخب سهل؟ هسه اذا تجون من هذا المنطق تقولون المنتخب انتم صدفه تعادلوا ويا كوريا هم فلسطين، فيا حبيبي احنا صدفه ما قدمنا امام فلسطين وفزنا، حققنا المهم 3 نقاط واحنا جايين نجمع نقاط حتى نروح لكاس العالم. امور طيبه. اني خوفك على نفسك يا حبيبي، فلا تذمون السم بالعسل، جماهيرنا لا تمشون ورا هاي الروجه. ترى مساله تفاعل قسما بالله، يدورون براسكم تفاعل ويدورون هاي الزعزعه بالمنتخب العراقي ويردون الجماهير تحكي على المنتخب. لا، منتخبنا بخير، واللي وقف اليابان مستعد يوقف كوريا، ما عندنا كل مشكله. خاف تجيني تقول له هم صدفه فزت على اليابان. حبيبي اندونيسيا اللي الاغلب يستهزئ بها يقول العراق فاز على اندونيسيا، اني غالبه كاساس معلم عليهم، غلبناه باسيا 3 وغلبناه بالتصفيات اللي قبل هاي 5 وغلبناه بملعبه. اندونيسيا اليوم اللي توقف استراليا وتوقف البحرين وكانت تقدر تفوز على البحرين وتوقف السعوديه بارضها وبين جماهيرها. لا حبيبي، المنتخب العراقي من افضل المنتخبات اللي باسيا، وهذا كلامكم بعد لا يقدم ولا ياخر. جماهيرنا حبايبنا، علينا منتخبنا، واللي يحكي سكتوه لا تساندونه. خلي يروحون يشوفون منتخباتهم اللي جاي يصير منتخباتهم. عوفوا منتخبنا، امورنا طيبه، ما عندنا كل مشكله. فهلا بكوريا وهلا بكل منتخب يجي. اللي يخاف من كوريا فاحنا ما نخاف، واللي ما قدر كوريا احنا نقدرهم، احنا اسود الرافدين. فلا حد يجي